انا بصراحه حابب اعبر عن امتناني الشديد لياسمين اللي بتخلي الحجر يلين، او محمود اللي عدى كل الحدود. الشخص ده او دي كانت بتنزل فيديوهات رقص على التيك توك، وكان في رجاله بتحبها. بتحب مين؟ انا لحد دلوقتي مش فاهم انا بتكلم عن مين. والمشكله في ناس انا اعرفها شخصيا كانت مرتبطه بيها. والمشكله الاكبر بقى ان البنات فشلوا فشلين. اولا ما اكتشفوش ان هي ولد، فاهمني؟ ثانيا راحوا يسالوه هو بيعمل الميك اب احسن منهم ازاي. ما بلاش ملك. طب دقيقه واحده والله لو اوريكم فيديو لياسمين. انتوا رايحين تعملوا ايه؟ حريق. وانا رمضان حريق. واه 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 يا ياسمين، انا حاليا بفكر افتح عياده علاج نفسي، وطبعا اول جلسه هتبقى للرجاله اللي كانوا مرتبطين بياسمين، ودول محتاجين صدمات كهربائيه بسيطه علشان عندهم هشاشه في العظام. الجلسه الثانيه للبنات اللي كانوا بياخدوا نصايح ميك اب بحوضه. هنا نحتاج جلسات اكتر ومناديل اكتر. بصراحه يا ياسمين لازم تاخد جايزه احسن ممثل في التاريخ. الانجاز ده ضحكت على 96,000 واحد، والحمد لله ان انا مش منهم، بس في احتمال صغير ان ابقى منهم، بس مش معترف بيه. والاغرب بعد ما اتقبض عليه الصفحه زادت ل 130,000 متابع. انا شخصيا عرفتها بعد ما اتحبست. عرفتها ايه؟ والله لسه مش متاكد لحد دلوقتي اذا كانت ولد. وضحكت على الرجاله والبنات، ولو في نوع ثالث فهي ضحكت عليه برضه. في الخلاصه مستني قرار لجنه الاوسكار، واتوقع التتويج السنه دي هيروح لمحمود او ياسمين حسب قرار اللجنه برضه. وفي الاخر انا حبيت ياسمين او مخها او طريقه تفكيرها. يا نهار ابيض، انا لحد دلوقتي ما عرفش هي ولد ولا بنت. بس الغريب انه اتمسك بحرز، والحرز ده خطير جدا جدا على البشريه. كان رينج لايت. انتوا بقى كنتوا تعرفوا ياسمين ولا ايه؟